مرحبا بكم في الحلقة رقم 6 في كورس تعلم الخوارزميات الجوريثم. إذا كنت مهتما بهذا المجال فأنصحك بمشاهدة الحلقات السابقة. في هذه الحلقة سنرى النوع الثاني وهو لابوكل تونكو. هذه الأداة تستخدم مثل بوغ مع بعض الاختلافات البسيطة في طرق العمل، أما هي فتقوم بنفس المهمة وهي التكرار. تكتب تونكو على الشكل التالي: أولا متغير يأخذ القيمة البدئية، ثم تونكو وبداخلها يكون شرط، ثم يكون المتغير الذي يحسب عدد التكرارات. وسنرى طريقة عملها في المثال التالي. بعد وضع المتغيرات وغيرها اس نضع فيها صفر، ثم تونكو اس أصغر أو تساوي 10 فيغ. إذا كانت اس أصغر من 10 فتدخل اس هي اس زائد واحد، ثم يكتب لك اس اكخيغ اس، ثم فان تونكو، يعني كلما كانت اس أصغر من 10 تدخل، ثم تزداد اس بواحد في كل دورة، ثم يكتب لك اس في كل دورة، ثم فان تونكو. والآن سنقوم باختبار هذه الخوارزمية. في البداية اس هي صفر، تونكو اس أصغر من 10، عند اس أصغر من 10. في أول دورة اس هي اس زائد واحد، يعني اس هي صفر زائد واحد، اس هي واحد. هل اس أصغر من 10؟ هل واحد أصغر من 10؟ نعم، تدخل. في الدورة الثانية اس هي اس زائد واحد، يعني اس هي واحد زائد واحد، اس تساوي 2. هل 2 أصغر من 10؟ نعم. في الدورة الثالثة اس هي اس زائد واحد، يعني اس هي 2 زائد واحد، اس هي 3. وكذلك إلى أن تصل اس إلى 10. اس تساوي 10. هل 10 أصغر من أو تساوي 10؟ نعم، تدخل. في آخر دورة اس هي اس زائد واحد، يعني اس هي 10 زائد واحد، اس تساوي 11. هل 11 أصغر من أو تساوي 10؟ لا، لن تدخل. ثم سيكتب لك اس هي 11. أنشئ خوارزمية تقرأ لك عددا n ثم تعطيك مجموع الأرقام من 1 إلى n. بعد كتابة المتغيرات وغيرها ثم ديبي لغ n، تطلب من المستخدم أن يدخل لك عددا n. s هي واحد، نضع في s واحد، ثم e نضع فيها صفر. تونكو s أصغر من n، عند s أصغر من n فيغ، ثم e هي e زائد s. e تحسب المجموع من 1 إلى n، و s تحسب عدد الدورات. s هي s زائد واحد، في كل دورة تزداد بواحد. ثم فان تونكو، في الأخير تكتب لك e اكخيغ اي، ثم فان. والآن سننتقل إلى التيست. في البداية سنعتبر n هي 5. سنعتبر أن المستخدم أدخل في n 5. في البداية s هي واحد و e هي صفر، عند s أصغر من n. هل واحد أصغر من أو تساوي 5؟ نعم. في أول دورة e هي e زائد واحد، يعني e هي صفر زائد واحد، e تساوي واحد في أول دورة. ثم اس هي اس زائد واحد، أي اس هي واحد زائد واحد، اس هي 2. هل 2 أصغر من أو تساوي 5؟ نعم، تدخل. في الدورة الثانية اي هي اي زائد اس، اي هي واحد زائد 2، اي تصبح 3. وإس هي إس زائد واحد، إس كانت 2 زائد واحد هي 3، إس تصبح 3. هل 3 أصغر من أو تساوي 5؟ نعم، تدخل. في الدورة الثالثة إي هي إي زائد إس، يعني إي هي 3 زائد 3، إي تساوي 6. وإس هي إس زائد واحد، إس كانت 3 نضيف عليها واحد تصبح 4. وكذلك إلى أن تصل إس إلى n أي 5. في آخر دورة إس تساوي 5، وإي هي واحد زائد 2 زائد 3 زائد 4. هل 5 أصغر من أو تساوي n أي 5؟ نعم، تدخل. إي هي إي زائد إس، يعني في الأول إي كانت واحد زائد 2 زائد 3 زائد 4، ونضيف عليها إس هي 5 زائد 5 تصبح إي هي واحد زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5. وإس هي إس زائد واحد، إس كانت 5 نضيف عليها واحد تصبح 6. هل 6 أصغر من أو تساوي 5؟ لا، لن تدخل. ثم يكتب لك إي، إي هي واحد زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 تساوي 15 على ما أظن. يكتب لك 15. وكذلك مع اختلاف n يمكن أن تكون 10 20 30 100. في التمرين الثاني أنشئ خوارزمية تقرأ عددين n و m ثم تعطيك n أس m. بعد كتابة المتغيرات وغيرها ديبي ليغ n، اقرأ n و m. s هي واحد و e هي واحد، دونك e أصغر من m، عند e أصغر من m فيغ. s هي s في n، و e هي e زائد واحد، e لحساب عدد الدورات، و s هي المتغير الذي يحسب الأس. ثم فان تونكو، وفي الأخير يكتب لك s بعد نهاية الدورات، ثم فان. والآن سننتقل إلى اختبار الخوارزمية. في البداية سنعتبر n هي 3 و m هي 3، يعني المطلوب هو 3 أس 3.
في البداية اس هي واحد و اي هي واحد. عند اي أصغر من ام، اي هي واحد. هل واحد أصغر من أو تساوي ثلاثة؟ نعم. في أول دورة اس هي اس في ان، اس هي واحد و ان هي ثلاثة، يعني اس هي واحد في ثلاثة، اس تساوي ثلاثة. و اي هي اي زائد واحد، اي كانت واحد يعني اي هي واحد زائد واحد، اي تصبح اثنان. اس هي ثلاثة و اي هي اثنان. هل اثنان أصغر من أو تساوي ثلاثة؟ نعم. تدخل في الدورة الثانية اس هي اس في ان، اس كانت ثلاثة و ان هي ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تساوي تسعة. و اي هي اي زائد واحد، اي كانت اثنان ونضيف عليها واحد تصبح ثلاثة. هل ثلاثة أصغر من أو تساوي ثلاثة؟ نعم. تدخل في الدورة الثالثة اس هي اس في ان، اس هي تسعة في ثلاثة تساوي 27. و اي هي اي زائد واحد، اي كانت ثلاثة ونضيف عليها واحد تصبح أربعة. في آخر دورة اس هي 27 و اي هي أربعة. هل أربعة أصغر من أو تساوي ثلاثة؟ لا، لن تدخل. اكخير اس، سيكتب لك اس هي 27. في التمرين الثالث أنشئ خوارزمية تقرأ عددا n ب10 مرات، وفي كل كرة تحسب المجموع من 1 إلى n وتظهره. بعد كتابة المتغيرات وعنوان الخوارزمية début إي هي واحد. طونك إي أصغر من 10 فيغ. إذا كانت إي أصغر من 10 يدخل. ليغ إن يقرأ إن. إس هي صفر والجي هي صفر. ثم طونك أخرى. إذا كانت الجي أصغر من إن فيدخل. إس هي إس زائد جي. إس متغير يحسب المجموع من 1 إلى إن، والجي تحسبه عدد الدورات، الجي هي الجي زائد واحد. الذي يزداد بواحد يحسب عدد الدورات، والمتغير الآخر لحساب المجموع أو الضرب أو غيرها. ثم فانت تونكو عند نهاية الدورات يكتب لك إس، ثم إي تزداد بواحد. في كل دورة لتونكو الأولى تونكو الثانية تدور إن من الدورات. ثم فانت تونكو ثم فان. سنشرح ذلك في اختبار الخوارزمية. في البداية إي هي واحد. تونكو إي أصغر من 10. هل واحد أصغر من أو تساوي 10؟ نعم. في أول دورة نعتبر إن هي 5. اس تساوي صفر والجي تساوي صفر. دونك جي أصغر من أو تساوي ان. هل صفر أصغر من أو تساوي ان؟ نعم. اس هي اس زائد جي. اس هي صفر والجي هي صفر، يعني اس هي صفر زائد صفر، اس تساوي صفر. والجي هي جي زائد واحد، يعني جي هي صفر زائد واحد تساوي واحد. في الدورة الثانية ان تبقى هي اس. في الدورة الثانية لتونكو الثانية اس هي صفر والجي هي واحد. هل الجي أصغر من أو تساوي 5؟ نعم. تدخل مرة ثانية. اس هي اس زائد جي. اس هي صفر زائد واحد، اس تساوي واحد، والجي هي جي زائد واحد، يعني الجي هي واحد زائد واحد تساوي اثنان، الجي تساوي اثنان. في الدورة الثالثة هل اثنان أصغر من أو تساوي 5؟ نعم. هل الجي أصغر من أو تساوي ان؟ نعم. تدخل مرة أخرى. اس هي اس زائد جي. اس هي واحد زائد اثنان، اس هي اس تساوي ثلاثة، والجي هي الجي زائد واحد، الجي هي اثنان زائد واحد، الجي تساوي ثلاثة. ثم فانتونكو ثم تدخل مرة أخرى، وكذلك إلى أن تصل الجي إلى 5. في آخر دورة اس هي 10 والجي هي 5. هل 5 أصغر من أو تساوي ان أي 5؟ نعم. تدخل مرة أخرى. اس هي اس زائد جي، يعني اس هي 10 زائد 5. اس كانت 10 والجي 5، يعني 10 زائد 5 اس تساوي 15، والجي هي جي زائد واحد، جي هي 5 نضيف عليها واحد تساوي 6. ثم في آخر دورة لتونكو الثانية اس هي 15 والجي هي 6. هل 6 أصغر من أو تساوي 5؟ لا، يعني لن تدخل. ثم سيكتب لك اس، ثم اي ستزداد بواحد، وبذلك سوف تدور طونكو الأولى الدورة الثانية، وستقوم بنفس المراحل في طونكو الثانية. ستدور مرة أخرى إن من الدورات، وسوف تحسب لك مجموع من 1 إلى إن. في المرحلة السابقة كانت إن 5، والمجموع من 1 إلى 5 هو 15. ثم عند نهاية الدورات كتب لك اس هي 15، وكذلك مع كل دورة إلى أن تصل إلى 10، فلن تقوم بالدوران ثم ستخرج. في التمرين الرابع أنشئ خوارزمية تقرأ عددا n ثم تظهره لك في الاتجاه المعاكس. بعد كتابة المتغيرات début إي هي صفر، طونكو n أكبر من الصفر، فيغ إي هي إي في 10 زائد n مود 10.
إن هي إن ديف 10. طونكو فان طونكو ثم يكتب لك إي. المود يعني باقي القسمة، يعني إذا كان لدينا 15 إذا قسمناها على 10 تساوي 1 والباقي هو 5، يعني تعطيك الباقي. الخارج هو الديف في السطر الثاني إن ديف 10. وسنرى طريقة عمله في اختبار الخوارزمية. نفترض أن n هي 1234، 1 2 3 4. إذا أردنا كتابتها في الاتجاه المعاكس، في البداية e هي 0، دونك n أكبر من الصفر. هل n أكبر من الصفر؟ نعم. في أول دورة n مود 10 هي 4. إذا قسمنا 1234 على 10 الباقي يكون هو الرقم الأخير، يعني المود يأخذ لنا آخر رقم. إذا قسمنا أي رقم على 10 الباقي يكون هو آخر رقم، يعني إذا قسمنا 34 على 10 فالخارج يكون 3 والباقي تبقى 4. ثم هي في 10 زائد n مود 10. n مود 10 هي 4 كانت 0، يعني هي 0 في 10 هي 0 زائد 4. هي 4 وإن هي n ديف 10. إن نقسمها على 10، إذا قسمنا 1234 على 10 ستبقى لنا 123. ثم في الدورة الثانية هي 4. هل إن أكبر من الصفر؟ نعم. إن تساوي 123. 123 أكبر من الصفر. إن مود 10 تساوي 3. نأخذ دائما آخر رقم. هي في 10 زائد إن مود 10. إن مود 10 هي 3 هي 4، يعني هي 4 في 10. هي 40. 40 زائد 3 هي 43. ثم n هي n ديف 10. نحذف أول رقم تصبح n هي 12. في الدورة الثالثة هي 43 وإن هي 12. هل n أكبر من الصفر؟ نعم تدخل. n مود 10 هي 2. دائما في المود نأخذ الرقم الأخير. هي في 10 زائد n مود 10. هي 43 ثم نضربها في 10 تصبح 430 ونضيف عليها 2 تصبح 432. هي 432 وإن هي n ديف 10. إذا قسمنا 12 على 10 فالخارج يكون 1 والباقي 2. كما ترون n مود 10 هي 2 وإن تصبح 1. في الدورة الأخيرة هي 432 وإن هي 1. هل n أكبر من الصفر؟ هل 1 أكبر من الصفر؟ نعم. n هي n مود 10. n مود 10 هي 1، يعني إذا قسمنا n على 10 1 على 10 الخارج هو 0 والباقي هو 1. هي في 10 زائد n مود 10. هي 432. إذا ضربناها في 10 ستصبح 4320. إذا أضفنا عليها 1 ستصبح 4321. وإن هي n ديف 10، يعني إن هي خارج قسمة 1 على 10. 1 على 10 الخارج هو 0. وفي الأخير n هي 0 هي 4321. هل n أكبر من الصفر؟ لا، يعني إكخير لن تدخل. إكخير سيكتب لك كما تشاهدون الآن مكتوبة في الاتجاه المعاكس. في الأول كانت 1 2 3 4 والآن أصبحت 4 3 2 1. وبهذا تنتهي الحلقة، وشكرا لكم على المشاهدة. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.